السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم صحاباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ومهنيين يا رب. حبيباتي فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة ودعمونا بجام وكومنتير شابين كما نتوما. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيباتي اليوم جينا كيف نديرو وصفة الملوخية نطيبوها كيف عفوا حبيباتي، والله رغم المرض راني في حالة وصدرانة وهكاك وما خليتش، قلت لازمني نطلع فيديو لحبيباتي. بون جيبي لي مرسو تاع الدجاج سكالوب وقطعيه دي كوب وحطيه هنا حبيباتي، ماشي شرط اللحم، اذا ما كانش متوفر عندك اللحم ديريها بالدجاج وتجي بنينه وتجي عادي جدا. هنا الملوخيه كاين اللي يحبها بالدجاج، كاين يحبها بالقنون، كاين اللي يحبها بالكرشه، كل واحد كيف يحبها، ماشي لازم حاجه معينه، الاكل اذواق. انا هنايا درتها بالدجاج. شوفي في الكوكوطه تاعك لازم تكون حاجه ثقيله باسكو هي تحب حاجه ثقيله. ديري لها الزيت وربي لها البصله هنايا انا حطيتها في العجواق. المهم هي تحبي تربيها تحبي تقطعيها كما تحبي، لك الاختيار. ممكن تقطعيها نورمال باسكو حتذوب شغلها، تدي الوقت في الطياب. ديك الزبده عفوا البصله ما فيهاش الروح، تذوب كيما الزبده هذه هي. وهنايا توابل ديري ملح فلفل كحل. هنا اللي متوفر عنده راس الحانوت تاع الملوخيه يدير ديريكتومون راس الحانوت، واللي ما عندوش باسكو كاين توابل الملوخيه سبيسيال اللي ما عندوش هذه هي يدير لها ملح فلفل كحل، حمار حلو حمار حار، شويه كزبر شويه راس الحانوت العادي تاعنا تاع الماكلات. الملح برك حبيبتي هنايا ما تكتريش باسكو الملوخيه يقر فيها بزاف الملح، ديري الملح شغل نصف الكميه اللي مالفه طيبي بها في طيابك العادي. كما قلنا حبيباتي نحطوا الدجاج تاعنا، نحطوا عليه البصله اللي كنا رابيناها، بصله وشويه توم، نحطوا ملح فلفل كحل حمار حلو حمار حار شويه كزبر شويه راس الحانوت ونحطوها على النار تتقلى. المهم حبيباتي هنا تنقصوا بزاف على النار باسكو الملوخيه طيب ابتي فو وتاخذ وقتها في الطياب، شغل ديري لها ساعتين ثلاثه كي والو. لاسونسيال من جهه واحده اخرى تجيبي لي غيسيبيون حطي فيه الملوخيه تاعك. انا هنايا درت 2 ساشي باش تكفيني. درت تحطي لا بودغ تاعك وفرغي عليها بريسك نص كاس زيت. هنايا حبيباتي انا هنا الملوخيه نحلها في الزيت، كاين اللي يصبوها ديريكتومون في هذاك التقليه، مي انا نو نفتحها على جنب ومن بعد نفرخها في لاكوكوط. شوفوا هنا حبيباتي كي تفتحوها في الزيت شوفوا ما يقعدوا لي غرومو ما والو تتحل وتولي ليس تهبل. الله يبارك ما شاء الله. شوفوا جربتها اني نديرها ديريكتومون مي صعيبه شغل تتكعبر لك وتلصق وما تجيش مليحه، مي جربوا هذه الطريقه صدقوني حبيباتي تجيكم رائعه. شوفوا لي هنا كيفاش راهي ليس شغل ما فيها حبيبات ما فيها والو ليس صاي. خليها على جنب وتروحي لاكوكوط بعد ما تكون قليتي هذاك الدجاج مليح وقليتي البصله. شوفوا انا بخسك راهي دابت البصله تاعي والدجاج شغل خدا وقته في التقليه. فرغي هذيك الملوخيه اللي كنتي فتحتيها في الزيت. شوفي حبيبتي كيما راكي تشوفي راهو باين كلش. عفوا حبيباتي. هنا حبيباتي سر من اسرار نجاح الملوخيه هي انك تحمريها في الزيت، صدقوني يعني تجيكم ناجحه من اول تجربه. هنا بعد ما فرغناها هذيك الملوخيه حاولي كيف تخلطيها مع المزيج الاولي مع الزيت والبصله والدجاج. هاي ليك شوفي كيفاش هاي تتخلط وهاي عادي ما كعبرت ما عادي جدا تولي تهبل. بعد هنا السر تاني حبيبتي هي انك تمرقي بالماء يغلي، لازم بالماء سخون. شوفي كنت تمرقي بالماء بارد راهي تعاود تلكز لك وتلصق لك في قاع البرمه. هنا حبيبتي نو مرقي بالماء سخون. شوفي هنايا دوك تشوفيني كي نحركها محلوله عادي جدا. شوفوا حبيباتي انا الملوخيه ما كنتش نعرف نديرها باش واحد ما يكذبش، ما كنتش نعرف ما كنتش اصلا ناكلها، كنت نشوفها قلبي يطلع ما نحملهاش نحسها شغل حنه. مي نهار دقتها عند خالتي الله يذكرها بالخير
لقيتها بنة يعني عالمية. كنت مراضية في حياتي يا ربي. شوفوا حبيباتي، هنايا كي هزت الغلية راني مرقتها بالما سخون، نخليها شويه تبقبق شويه، تعاود تشرب هذاك الملح وهذاك الفلفل الكحل وهذوك التوابل. ندير مغرف وشويه طوماط كونسونطري هنايا، ونحاول كيفاش نحرك هكا باش نحل هذيك الطماطم، ما نخليهاش فرد كتله. انا حبيباتي انا مالفعنا نحلها في الماء ومن بعد نرميها. شو كيفاه صابيت. هاد الحاجة معليش ليسونسيال، يعني كلش راهو واضح. ورمي فيها 2 غرام فلفل حار، ونقصيلها على النار خطرة على خطرة حركي، باسكو هي تحب تحرك بزاف، باسكو شغل هذيك لابودغ تهبط للقاع، وكل ما تحركيهاش تخليها مدة طويلة تلصق لك في القاع، ودير لك هذيك لاكروت اللي تجي لاصقه في لاكوكوط. هنايا ساعه على ساعه حركي وخليها طيب على نار قليله حبيباتي. شوفوا هنايا راهي مازالها ما طابتش، مي بصح شوفوا كيفاش بدات تطلق في الزيت تاعها، او منظر يعني مشهي صح. قلت لكم نهار ذقتها ولا صدقوني لقيتها يعني هايله بنينه، شغل ماشي كيما راكي تسخيلي فيها، وماشي كيما راكي شغل اللي ديري راكي دايزها انها شغل حنه وهكا. بصح جربوا ان شاء الله يا ربي، نتمنى تذوقوها وترجعوا لي بالاخبار كيفاش حتكون تجربتكم معها. شوفوا حبيبتي هنايا راهي طلقت لي زيت. شوفوا ديجا هذاك الوجه اللي راهو يعني ما شاء الله كما نقولوا حنايا وجه البرمه. واسمعوا لي الاصوات حبيباتي، يعني فريمون نتمنى تجربوها. صح انديليس قسما بالله، يعني تبان يعني من المظهر انديليس. بعد ما تشوفي حبيبتي هذاك المنظر اللي في لاكوكوط، هذاك الوجه كما نقولوا حنايا، هذاك الوجه عارفي بلي الملوخيه تاعك طابت. الملوخيه تعرفيها بلي طابت كي تطلق هذاك الزيت. هذاك الزيت هو شغل سر بلي راهي طابت لك وراهي نجحت لك الوصفه. انا حبيبتي هاي في صحن التقديم، وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. يعني فريمون وصفه سهله وماهيش حتى كما نقولوا ماهيش مكلفة. أصلا ملوخية وقريب 7000 ولا ساشي، تقدري كأول تجربة ديري ساشي وحدة. والدجاج راهو رخيص حبيبتي، يعني راهو في متناول الجميع. جربيها ورجعي لي بالخبر. هنا حبيبتي الملوخية أصلها تستلف قبل كسرة خميرة، مي أنايا هذا واش كان متوفر عندي في هذيك الدقيقة. كانت عندي كسرة معجونة، يعني كليناها واستمتعنا بها. صح حقيقة نتمنى حبيبتي انكم تجربوها، ونتمنى انها الوصفة تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو في فيديو واحد آخر وفي وصفة أخرى إن شاء الله يا ربي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتلاقاو في فيديو واحد آخر حبيباتي. إلى اللقاء.